سؤال تاني عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي هي بتعتبر يعني عمود رئيسي في تسويق اي فنان. اوكي. انت بتستخدمها ازاي؟ ايه المساحه او كم في المية واخده من حياتك اليوميه؟ بتحب تعملها كانها بنزل صور وبتكلم مع المتابعين بتوعي، ولا بحب اخد رد فعلي من الشارع واشوف الناس رايها ايه بجد في الدور بتاعي؟ علاقتك بيها تلخصها لي في ايه؟ والله هي وسطيه يعني. طبعا السوشيال ميديا مهمه جدا في ان انت بتعرف اخبار بسرعه، بتعرف ايه اللي بيحصل حواليك، بتتابع الناس اللي انت بتحبهم، في ناس بيحبوك فبيتابعوك، بتعرفهم يومك ماشي ازاي، بتعمل ايه، تفاصيل بسيطه على قد ما اللي اقدر اعرفه للناس او اللي انا حابب ان انا اشارك فيه مع الناس بقدمه. الحاجات البرايفسي، الحاجات الشخصيه بحاول ان انا اخليها ليا، انا بعتز بيها جدا. ما بحبش ابقى بابليك على طول، ببقى قافل على نفسي اكتر. بس يعني بتمرن فتلاقيني بعمل ستوري وانا في الجيم. بحاول حصل لي حاجه مضيت يعني الحاجات اللي هي بتبقى على طول عايز تسمح اللي هي الناس تعرفها او تعرفها وتنزل. انك لازم تتابع طبعا بقى الجمهور في الشارع واللي انت بتقابلهم، دول احلى حاجه في الدنيا. لا بس ان ده حقيقي كمان. يعني انت شويه على السوشيال ميديا انت ما تعرفش مين المزيف من مين الحقيقي. هي دي الكارثه. ممكن حد يبقى ما عملش اي حاجه وهو مصدق نفسه على السوشيال ميديا ان هو اهم حاجه. يا اما بقى فيك فولورز او فيك لايكس، او ما تفهمش الموضوع ماشي ازاي، بس هو مصدر لك ان انا في حته تانية علشان هي دي الترندات بتاعت السوشيال ميديا. في ناس بتستغلها وفي ناس ما بتفكرش كده، بتفكر بشكل تاني. انا اللي هو هنزل اعمل شغلي، هو ده شغلي اللي هيخليه ليا وجود. انما الجمهور اللي انت بتقابله في الحياه ده جمهور حقيقي، ده بني ادم لحم ودم، مش اكونت. اتعرضت يعني قبل كده لحاجه سخيفه حصلت لك على السوشيال ميديا؟ قررت مثلا وقتها ان انت تشيل حد او ما تخلوش يشوف حاجتك؟ والله لا، يعني بالنسبه لي انت عايز تقول اللي انت عايز تقوله قوله. غلطت فيا شكرا، يعني تمام. بس لما مثلا تيجي تخش على الاكونت ده بتلاقيه اصلا زيرو بوستس، مش موجود. هو حد عامل فيك اكونت بيخش بيشتم اي حد. هو وفي ناس يعني انت بتسيب اللي يتكلم بس مش بتشيل حد او لا اصل انت مين يعني عشان ابص لك او ان انا اركز معاك في حاجه او مش هشوفك. بالعكس اكتب يا معلم اللي انت عايزه عادي جدا. دلوقتي برضو في حاجه موجوده في السوق، ان بعض المخرجين او شركات الانتاج بيتجهوا ان هم ممكن يجيبوا انفلونسرز عندهم متابعين كتير جدا لدور ما في عمل، بحيث ان هم عندهم فولورز فيقدروا يسوقوا للعمل ده. اوكي. شايف الموجه دي عامله ازاي؟ بما انك انت دارس فانت عندك الاثنين، فاهم قصدي؟ بتشوف دي موجه مفيده وايجابيه، ولا بتشوف ان دي حاجه مضره للصناعه بشكل ما؟ لا انا ما عنديش مشاكل معاهم خالص، وما فيش حد هيضر الصناعه. ليه بقى؟ اني مبدئيا انت خدت فرصه، عملت، اشتغلت، انت لو شاطر هتكمل، لو مش شاطر خلاص انت لوحدك اللي هتقعد نفسك. يعني فالصناعه هي كده مكمله. أيوة. سواء انت موجود او مش موجود مش هتختلف في حاجه. ان دايما في ناس بتطلع، دايما في مواهب. مصر مليانه مواهب كبيره جدا. والفكره كلها ان هم بيبقوا لسه مش عارفين يبداوا منين. بس احنا عندنا مواهب بجد تخض. يعني تنزل المسارح، تخش المهرجانات، تشوفي ناس بتجتهد قوي من قلبها، بس مش عارفه تعمل اللي بيعملوه الانفلونسر او حاجه زي كده. ان هو يعرف ازاي يعمل بروباجندا لشغله، يعرف ازاي يسوق نفسه، يعرف يخلي الناس تبص له. فهم شطار في ده، ان هو ده اللي عندهم. هو بيعرف يعمل. بس انت من رايك لو هو خد الفرصه ونجح فيها فده يستحق؟ لو مش كده الجمهور كده هو اللي هيقرر. الجمهور هيرفضه، مفيش حق سواء دارس او مش دارس. هو الموضوع فكره ان انت دارس او مش دارس دي حاجه ليك انت. اصل القبول محدش بيشتريه، انت عايز تقول خلاص. أيوة. فهماني؟ دي حاجه بتاعتك، حاجه انت عايز تثقل بيها نفسك، عايز تطور بيها نفسك، عندك اكسبيرينس لذيذه في ان انت رحت وشفت واحتكيت. أيوة. وكده انت ممكن تكون حد انفلونسر وعلى السوشيال ميديا وعندك فانز، عندك موهبه بس انت ما بتعرفهاش، فانجح. ما عنديش يعني مش هقول ايه ده عشان ما درست، انا مالي، دي الارزاق بتاعت ربنا. ايوه طبعا. فلا الفن كمان للكل، بس انت عشان تكمل لازم تبقى حد بيشتغل على نفسه، وربنا طور من نفسه، مديك الموهبه دي. ممكن على فكره تاخد كذا سنه
وبعد كده ربنا ينور عليك في حته تانية طبعاً. وتكتشف على نفسك حاجات تانية. طبعا. في نجوم اشتغلوا عادي، بداوا عادي وما كانش عندهم تاثير قوي جدا، بعد كده فجاه ايه ده، طبعا. تحول رهيب ونضوج وبطوله وبتلاقيه فعلا راح في حته تانية. طب ده ايه اللي حصل له؟ سنين الشغل بقى خلاص، يعني هو استوى زي ما بيقولوا، فاهم؟ استوى واشتغل على نفسه وثقف نفسه وبدا يفهم ايه غلطاته ويحاول يشتغل عليها. هو ده اللي هيخليك تبقى موجود او مش موجود. مظبوط. مش فكره ان انك انت تشتغل على نفسك، تطور، طبعاً. عشان لما الفرصه تجيلك تبقى جاهز. بس ده كلام حلو قوي ان احنا نختم بيه لقائنا. مبسوطين جدا يا محمود ان انت كنت معانا وأنا النهارده، كمان يا دينا. وان شاء الله حظ سعيد في كل بقى الاعمال اللي جايه، إن شاء ونشوفك الله. قريب ان شاء الله. شكرا. ثانك يو.